لسه فاكر آخر حاجة أول بنت حبيتها قالتها لي قبل ما نسيب بعض، أو بالأحرى هي اللي سابتني. مش عايز أشوف وشك تاني. ممكن سابتني عشان كل ما أشوفها أول حاجة أفكر فيها إزاي ألبي رغباتها كعبد ممحون مطيع، وأشوف هي محتاجة إيه قبل ما أشوف أنا نفسي أعمل إيه أصلا. أو ممكن عشان بخاف مش متكسف أقول لها حاجة عجباني فيها أو حاجة بكرهها فيها مثلا. وفي الآخر قالت لي: محمد، تعالى افهمك ليه حكيت لك العبث اللي انا لسه حكيه دلوقتي ده. ببساطه كنت محتاجها، محتاج ليها اكتر بكتير من ان هي محتاجاه لي انا. فانا كده مش في موضع قوه. فاهم حاجه؟ ببساطه بعد اللي حصل ده اكتشفت، او خلينا نقول بطلت استعبط، وعرفت ان كل حاجه اتعلمناها في المدارس والمسلسلات والافلام كل حاجه غلط. كل حاجه اتعلمناها غلط، كله يا كدب يا متفخم بزياده. واللي حكيتهولك ده غلط من اوله لاخره. مفيش اي حاجه من اللي اتعملت دي صح. ودي كانت فتره هطل مش اكتر. وانا على قد ما انا ندمان على الذنوب اللي انا حصلتها، على قد ما انا فخور ان دي فتره حصلت في حياتي ودي حاجه انا عملتها عشان هتكون في شخصيتي بعدين. والشخصيه اللي بتكلمك دلوقتي دي خست اكتر من تلت وزنها في سنه، وقدر يغلب خوفه انه يتكلم في قدام اكتر من اتنين، وبدأ بجد يعمل فلوس وحس بقيمة نفسه فعلا. كل ده بسبب كلمة مش عايز اعرفك تاني. طبعا وقتها قعدت اسمع لي تامر عاشور بتاع سنة، وقال يعني مكتئب وكمية هطل بنت لذينة صراحة، بس ده برضو ساهم في شخصيتي وده اللي ساعدني ان انا اتكلم قدامك دلوقتي. واللي انا هحكيه لك النهارده عن اللي حصل لي في المرحله الحرجه المتخلفه اللي انا كنت فيها فادني كتير جدا، وهتتعلم منه ان شاء الله ازاي تعمل فلوس بجد، وازاي تكون شخصيه لنفسك حقيقيه وليها وزن فعلا قدام نفسك وتكون فخور بنفسك. سواء كنت في قصه فاشله زي قصتي، او مدمن بورن زي ما انا كنت. اللي انا هحكيه لك في الفيديو النهارده ده هيفيدك كتير جدا في حياتك. اللي انا هحكيه لك في فيديو النهارده ده هيكون الاندرتيكر اللي هيحل لك كل المشاكل دي باذن الله. اولا، مش من حق اي حد يحسسك ان رغبتك دي مشكله او عيب فيك. تمام؟ انت اتخلقت وربنا خلقك كراجل وحط فيك حاجه اسمها غريزه، مغروسه جواك اللي انت بتحب. ودي اصلا محطوطه الهدف. اولا، مش من حق حد انه يحسسك ان رغبتك الجنسيه دي فيها مشكله او حاجه ممكن تخجل منها، عشان دي الطاقه اللي بتحركك وممكن تخليك تعمل حاجات عمرك ما تتخيل ان انت ممكن تعملها. الفكره في التقنين، الفكره في اللي انت تستعملها لصالحك، مش تخلي الناس تستعملها ضدك. فاهم حاجه؟ عودونا ان احنا نخاف من غرايزنا وما نقولش اللي في بالنا عشان غالبا هتحصل مشكله. عودوك لازم تبقى كلامك قليل وما تتكلمش كتير في اي تجمع او حاجه عشان هتبان اعطل. طيب هو ايه اصلا اللي بيحركك في الحياه كراجل كذكر؟ ايه الهدف اللي انت عايش عشانه؟ طبعا عشان نرضي ربنا، انا معاك. كل الكلام ده جميل، كل الكلام ده صح. بس انت دماغك للاسف غسلت من وانت صغير، ومش مدرك معنى يعني ايه احنا عايشين العباده. انت مش مدرك المعنى ده. فانت حاليا عايش عشان، للاسف الشديد يعني. ودي برضو مش حاجه تخجل منها. انت كده صح. كانك قلت نص الشهاده، كانك قلت لا اله. لسه بدك تقول الا الله. طب تعالى افهمك ازاي ما تخجلش من ان دي حاجه فيك اصلا. عندك رجل الكهف بتاع زمان، زي ما كنا عايشين، ما ايام ما كانش فيه تليفونات ولا اي خرم اللي احنا فيه دلوقتي. زمان الموضوع كان بسيط. عرفت تجيب لي اكل؟ هللويا، تعالى يا حبيبي، يعني هنتجوز ونعمل عيال ونعمل اسره وقبيله وقريه والدنيا تبقى جميله. ما عرفتش هتموت، موت ونسلك هينقطع. ودي حاجه حلوه عشان انت راجل ضعيف. واللي بيحصل دلوقتي عشان احنا في مجتمع بيقولوا عليه ذكوري، مش عارف ازاي، ان البنات متحكمين في حاجات كتير جدا، الستات متحكمه في حاجات بالهبل ما ينفعش يتحكموا فيها، ووصلوا لمناصب مش من وضعهم. انت مش مخلوقه لكده، مش معمول لكده. وانا مش قصدي برضو اللي انتوا يعملوا للطبيخ والحاجات من دي برضو، لا، ده كلام تاني خالص، قصه تانية خالص. ضحكوا عليكي بيها وعشان تصدقي حاجات مش موجوده، حاجات مش فيكي، وحاجات رغبوكي فيها وهي انت مش محتاجاها. تعرف ان طاقتك الجنسيه اللي انت بتهدرها على الفاضي دي ممكن تستغلها في انك تزق نفسك قصاد الناس بسنين ضوئيه وتعدي مراحل عمرك ما تتخيل اللي انت ممكن توصل لها. انا دليل حي على اللي انا بقوله لك ده. انا واحد كنت اقصى طموحي ان انا ابطل اعملها 6 مرات في اليوم. تمام؟ فتحت قناه، جايب 1500 مشترك. خلي بالك، ب 30 فيديو. خليهم 30. انا اعرف ناس منزله 250 فيديو ما كملتش 200 مشترك.
الناس دي عندها ستاندات لايت سي ستاند وكاميرا اقل كانت ب20,000 اللي هي ب60 دلوقتي. وانا اللايتنج بتاعي عباره عن نور لمبه كشاف. فاهم ازاي؟ ده ان صورت اصلا وطلعت بوشي. ففاهم احنا فين؟ ليه اصلا وصلت الرقم مع ده مع انه صغير، بس انا ناوي ارجع واكبر الرقم ده. انا بس اللي وقفت. الكلام اللي بقوله لك انا بكون مجربه. الكلام اللي بقوله لك انا اكون عشته قبل كده. لما اقول لك انا ازاي بطلت توصل من 6 مرات في اليوم لمرتين او مرة في الشهر، الكلام ده انا كنت جربته بايديا وعملته. فالكلام اللي بقوله انت حاسه ممكن يكون يمشي عليك عشان هو اتجرب قبل كده. وبعدين الكذب ملوش رجلين برضه. من الاخر كل واحد جواه قوه روحيه لما يحب انها تطلع. الجنس هو الغريزه اللي ممكن توصلك لحته عمرك ما كنت تتخيلها. اقول لك على حاجه برضه، انا كنت في القاع بتاع صور ناس، صور رجاله بالذات، وصلت ل 20%. انا بقيت احسن من غيري. انا ما عدتش بكلم بنات، بس البنات اللي حاولت يعني تقرب مني وكده تقول لي انا شايفك غير الناس. انت ما فيش منك كتير. وهي فعلا مصدقه ده. وانا فعلا كده، انا مش بفخم في نفسي. هات لي حد ما كانش بيصلي ولا فرض بدا ينزل يصلي الفجر في الجامع في المسجد وساعات بيئم الناس. هات لي حد كان كل اعتماده على اهله ماديا وحالته صعبه جدا قحطه وهيموت ويجيب قرشين بس مش عارف ازاي. وجاب فعلا فلوس وجاب جهاز محترم جدا بيصور بيه، وجاب جاب يعني معايا 3 7 اجهزه بصور بيه. الخلاصه اللي انت عندك قوتك هي مجرد بس مدفونه. مش مدفونه، اسف على رأي حسين، موجهه غلط، مسحوبه ومشفوطه في اماكن ما ينفعش تكون فيها. والنهارده اللي هحكيهولك ده ازاي تعيد توجيه طاقتك في اللي انت تستعملها في حاجه انت نفسك تعملها. وكفايه علينا نتكلم هادي، خلينا نعلي صوتنا شويه. برغم ان تعليق الصوت دي المفروض تكون في المقدمه، بس الحلقه دي فيها حاجات كتير جدا ما ينفعش تتقال. فاللي هو my name is Jeff. اولا قبل كل حاجه لازم تحمد ربنا وفعلا بجد بجد من قلبك تصدق اللي انت اتولدت مميز عشان انت اتولدت ذكر. تمام؟ انت عندك القوامه، عندك الجهاد، عندك الصلاه، عندك كل حاجه جميله ممكن تكون في انسان ممكن يقدم نفسه فيها. وكمان بترتاح مع ده. الحصان بينام وهو واقف وبيكون مرتاح في كده. ونفس الكلام عليك كراجل. انت بتستمتع باحساس ان في ناس محتاجه لك. تستمتع اللي انت بتبقى بروفايدر مانح، تدي الناس اللي هم محتاجينه. تستمتع بده. دي متعتك. ربنا خلقك تستمتع بده. فعشان كده انت اللي اتخصيت بحاجه اسمها القوامه. والرجوله الحقيقيه مش في رغبتك الجنسيه بس، الرجوله الحقيقيه اللي انت نفسك فعلا تدي حاجه للناس اللي بتحبها وفعلا تشتغل عشان تحقق ده. فلازم تكون فخور اللي انت اتولدت راجل، ولازم تكون فخور اللي انت حاجه اتغرست فيك من جواك من يوم ما انت اتولدت، ولازم تكون فخور اللي انت عندك فرصه تعمل ده. افتكر كده نفسك ايام المدرسه، ولا تفتكر ليه؟ شوف نفسك في دلوقتي في الكليه او في الدروس، بتكون في وضع مش مريح، بتكون في شخصيه ناعمه منك، نسخه ناعمه منك. كل ما تكون مرتاح اكتر مع رغباتك، وكل ما تكون مرتاح اكتر في ارائك وفي الفكر اللي انت بتعمله والحرفيا اللي في قلبك على لسانك، بس برضو ده لحدود، كل ما الناس هتشوفك مرموق اكتر، كل ما الناس هتحب تتكلم وتتعامل معاك. بالمناسبة كان في مدرس ايام الثانوية مش عارف غلط فيا او حاجة زي كده، يعني شافني زعلان تاني حصة جبت له قال لي انت زعلان مني قدام الولاد؟ فانت لا والله انا مسامحك. قلت له لا انا زعلان منك، انت قلت مني قدام الناس. وجي يبص راسي وانا حقك عليا ومش عارف ايه. فساعتها بقى خلاص بقى انت تبقى بضل لو ما سامحتوش يعني، فاهم؟ فقعد مشيت الدنيا وخلاص يعني. بعدها بفتره، بعدها بحاجه بسيطه، جت واحده قربت مني. كنت لسه صغير وكنت بقى يعني نفسي اكلم بنات وكده طبيعي يعني. قالت لي يا بقى انت شخصيتك قويه، نفس بتحب تتكلم وما بتحبش حد يعلق عليك في الكلام. فهي بتقول كده. ده اللي قالته عني. تمام. وانا بقى اللي هو عادي يعني، بس دي حاجه حصلت عشان انا ايه، ما خجلتش من حاجه كانت فيا. ما خجلتش من ان انا اقول رايي. ما خجلتش ان انا اكسف المدرس ده قدام العيال كلها عشان هو اقل مني. انا زعلان من كده، ده حقي. رغباتك ولو ان ذلك ما يبدوش حقيقي ولا بين ذلك يبدو تخيلي، لكن رغباتك هي بجد طريق نجاحك. فكر فيها كده.
لو انت واقف ورا سور وعايز تطلع الناحيه التانيه وقلت لك ان في جايزه عشوائيه ما تعرفش ايه هي، فكرك هتدي قد ايه في ان انت تجهز عشان تنط نطه حلوه على السور وتقعد بقى تتشعبط والكلام ده كله؟ طب لو قلت لك ان في واحده وابوها ومأذون ورا السور مستنيينك عشان اول ما تجي لهم هتتجوز البنت دي، لا دلوقتي الكلام اختلف. انت دلوقتي هتنط وتتشعبط وضفرك ممكن تتشال من مكانها، ويعني بص هتوصل لانها توصل. فاهم ازاي؟ فانت فاهم انت وصلت ازاي؟ حرفيا وصلت عشان رغباتك. كذلك في اي حاجه. اكيد عدى عليك الميم بتاع ان كل الناس اللي في الجيم دول اجسادهم سايباهم وهم في الجيم بسبب الموضوع ده. للاسف انا كنت واحد منهم اساسا. بس بجد فكر فيها شويه كده، اغلب الناس اللي في الجيم بيبقى عنده مشكله من نوع ما، فقرر ينتقم من المسبب في المشكله دي ان هو يعلي من قيمه نفسه، لان دي حاجه الوحيده الليجا اللي كان ممكن يعملها، وبشكل ما برضه يوصل للاكس ويعرفها ان انا بقيت احسن بكتير من ان انا كنت معاكي، فانت اللي ندمت يا بنت ميتيني، ويحس بشعور احسن قدام نفسه. بس بجد رغم انه كان سبب برضه ان خلاني ابدا في الجيم والكلام ده، بس بعد كده عرفت اللي انا عارفه دلوقتي، عرفت اللي انا المفروض اعمله، عرفت ان في الدنيا اكتر من كده بكتير، عرفت ان في اهداف احلى من كده بكتير. بس عمري ما كنت احط رجلي على اول الطريق واعمل خطوه المفروض تتعمل الا بالهدف الغلط ده. فاهم حاجه؟ بعد كده غيرت الهدف اللي المفروض يبقى صح. فانت انا اعتمدت على رغباتك، انت كده شغال على الطيار الآلي يا معلم. فكر فيها كده، لو انت دلوقتي بدأت تشتغل على نفسك وبجد تشتغل على نفسك، مش تقرا لي كتابين تطوير ذات وتسمع لي بودكاستين وتنزل بقى انا سمعت النهارده بودكاست ياسر حسيني كيف تنجح العلاقات عشان ابقى فاجر ما تبقاش كده صح. فكر فيها، انت لو بجد بدأت تجيب قرشين لنفسك، بجد بدأت تعرف يعني ايه فلوس، بجد بدأت تتعامل مع الناس بتخليهم يحترموك، بدأت تبقى شخصية كاريزماتيك والناس بجد نفسها تتكلم معاك، تخيل كمية العلاقات اللي انت هتعملها، وانا بتكلم عن تجربة. تخيل كمية العلاقات اللي هتعملها والناس اللي بجد مفيدة في حياتك ممكن تستغلها لصالحك ويستغلوك لصالحهم. انت كده حرفيا بقيت انسان مرموق. في فترة من فترات بعد سلسلة النجاحات دي كلها انت قررت تتجوز، فهتختار البنت اللي عاجباك من وسط كل البنات وتحط رجل على رجل تتشرط، عشان هما حرفيا في الوقت ده هيبدأوا يشتروا راجل. وبرضه نتطرق لموضوع مش عاوز ساعات اتكلم فيه دلوقتي، بس ده اغلب اسباب المهر العالي في مصر، ده اغلب اسباب ان باباها بيعلي على الناس اللي بتيجي تخطب بالهبل، بقى بيطلب منه طلبات خزعبليه. مفيش شاب طبيعي في السن ده اللي لو كان ساري عربي يقدر يحققها. عشان لو انت مش هتعوضني بالرجوله اللي انا محتاجها، خلاص عوضني بالفلوس. وده منطق خاطئ، انا ما بتكلمش على حاجه تانية، انا بتكلم ان ده منطق زي الخرا، بس هو حرفيا بعوض نقص رجولتك بالفلوس عشان خايف الفرصه تضيع. لو معاك فلوس تمام، مش معاك بقى الله صابون. فانت لو صدقت الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ده وبجد امنت بيه، فجاه مره واحده حوار البورنو والاباحيات والعاده السريه كل ده بقى لعب بالنسبه لك، لعب عيال. ايه الهطل ده؟ دماغي ازاي هتجيبني ان انا ضايع في وقتي؟ اولا. ثانيا انا بتفرج على حد كاني واقف في الركن بتاع الاوضه، يعني بتفرج على واحده انا شايفها عجباني وراجل تاني بيضاجعها مكاني. فاهم حاجه؟ الرجاله بترن عليا عشان الحجز دلوقتي، انا اعمل فيكم ايه بقى؟ كنسل 5 عشان خاطرك، قررت اخلص اصلا. طيب انت دلوقتي نفسك في بنت 10/10 ما فيهاش غلطه، بتعرف تتكلم كويس، بتعرف ترد كويس، شكلها جميل جدا، حاسسها فعلا هتبقى ام لعيالك وهتخلف عيال ابطال احمد زويل بقى والكلام الجميل ده. فكرك البنت دي عايزه راجل عامل ازاي؟ معاها فلوس وحقها، عايزه معاها فلوس. انت بجد انت عايز تكون فقير وتتجوز واحده زي دي ازاي يعني؟ بيعرف يتكلم، شخصيه كاريزماتيك، الناس بتحبه، ليه كلمه ووزن وواسطه، حرفيا بيعمل اللي هو عايزه من غير ما حد يحاسبه. وحابب اقول لك اللي انت لو ما ساعدتش ان انت توصل للبنت دي، في غيرك هيوصل لها وهياخدها. فانت حرفيا في سباق تاني، انت حرفيا في سباق. طيب لو الكلام على كده، طب ما بدل ما بتضيع وقتك في اللف والدوران واللي انت حرفيا بتتسنكح على دي وتتسنكح على دي وتبعت للاذرز في الجيم عشان حد واحده منهم ترد عليك وتوصل تديك احساس زائف اللي انت مع حد وترضى عن نفسك شويه تبطل تحس بالوحده، طب ما بجد تشتغل على نفسك وتعمل حاجه كويسه لنفسك. وبجد انت قيمتك هتعلى قدام نفسك، وبجد مش هترضى باي حد، وحرفيا هتوصل لليفل اعلى بكتير جدا من اي انت ممكن تتخيله بعد ما تلتزم بالحاجات دي. وحرفيا هتقدر تختار اللي انت عايزه واللي يعجبك واللي فعلا هيفيدك. بجد فكر فيها، انت ليه اهل اي واحده في الدنيا ممكن يرفضوك لو انت وصلت للمرحله دي؟
انت ليه ممكن بني ادم يرفض يتعامل معاك لو دام انت شخص ناجح ومعاك فلوس؟ ده الناس دلوقتي بتعبد الناس اللي معاها فلوس. انت مش عايش معانا على الكوكب ولا ايه؟ انت ليه لما تكونش شخصيتك كويسه انت مفكر الناس هتكون مش حباك او مش عايزه تقعد جنبك؟ انت ليه فاكر لما انت تطالب بحقوقك وتعلي صوتك في وش الظلم ده ضعف، او ده حاجه هتكره الناس فيك وحاجه الناس مش نفسها تسمعها؟ ما يولعوا بجاز وسخ. الرجاله اللي بتعرف تسيطر على شهوتها وبتستغلها لصالحها دي فعلا بتوصل لمناطق عمرك ما تتخيل ان انت ممكن توصل لها. انا لما بكون ظالم نفسي وعملت حاجه زي العاده السريه مثلا، تاني يوم ما بعرفش افكر كويس، دماغي مشوشه، حاجه راحت مني مش فاهم اللي بيحصل، بس انا ما بقاش الشخصيه الطبيعيه اللي انا المفروض اكون عليها. ما بعرفش يعني، مش هقول لك ما بعرفش، انا بقيت عديت النقطه ان انا ما بعرفش ابص في عينين حد دي، بس مش ببقى حاسس انه شايفني عريان، فاهم حاجه؟ حاسس ان انا مش مبسوط، مش مرتاح وانا بكلمه، مش حاسس ان انا هقول له حاجه هتفيده، مش حاسس ان انا هكون مهم بالنسبه له وهو بيكلمني، مع انه هو انسان تافه في الغالب. بس بجد انا شخصيتي بتنهار، الدرع اللي انا حاطه قدام نفسي ده بنهار، بيأثر على الشغل والتمرين والمذاكره وكل حاجه في الدنيا. اقول لك على حاجه لسه كاتبها النهارده حصلالي. انا بجد النهارده بعد فتره كبيره ما كنتش بقدر اسمع بودكاست. كان نفسي اسمع بودكاست من فتره ومحمله على الجهاز عندي ونفسي اسمعه بقالي فتره، محمل بتاعه عايز اسمعه، مش قادر، دماغي ممسوحه، الدوبامين بتاعي محروق، مش قادر، مش مستمتع. بعد فتره من العادات الكويسه، تمرين، اكل، نوم، كل حاجه كويسه، انا نفسي دماغي جايباني ان اعمل كده، مع ان لسه عندي الانستجرام انا بشتغل عليه ولسه عندي، بس هو بدل ما كان بيسحلني انا بقيت واعي ان هو موجود وعايز ياخد من وقتي. لا خد، مش هتاخد من وقتي، مش هتقدر، انا مش جايب دماغي، مش جايباني ان انا اضيع في وقت، وواعي بالكلام ده. ليه؟ عشان طاقتي جوايا، عشان طاقتي انا عارفها رايحه فين وجايه منين. شايف القوه اللي انا فيها؟ شايف موضع القوه اللي انا فيها؟ رغبتك الجنسيه دي لازم تكون حاجه انت فخور بيها، ولما حد يقول لك انت عايز تتجوز، قول له عايز اتجوز، انا عايز اعيش في نفسي وعايز افرغ طاقتي في مكان هي المفروض تتفرغ فيه. عايز بجد اكون انسان راضي عن نفسي وراضي عن العيشه اللي انا عايزها، عايز اكون ناجح في اي حاجه سواء فلوس او جوازه او في اي خرف على دماغ امك اللي بتكلمني. انا حر اعمل اللي انا عايزه، ده ما اخترت طريق انا راضي عنه وحاجه حلوه انا بعملها وشايف حلوه انا راضي عليها، اولع بجاز انت ورايك، كاف على كاف على كاف على كاف على كاف. اقول لك على حاجه بقى اخيره، دي يعني زي ما تقولي مسك الختام. كل ما يجي لك الرغبه بعد الكلام اللي انا قلته لك ده، اتمنى الاول تخش على الديسكورد عندنا، هتلاقي ناس شبهك، تلاقي ناس نفسها توصل للي انت نفسك توصل له، منافسينك وفي نفس الوقت اخواتك، هم هيساعدوك ونفسهم يساعدوك عشان برضه نفس الكلام عندك، شافوا حد شبههم بيعملوا الحاجه اللي هم نفسهم يعملوها. فهتخش هتلاقي الناس الجميله دي، تتواصل معاها، تتعرفوا على بعض، هتاخدوا ارقام بعض، هتتكلموا سوا، ممكن تعملوا بيزنس سوا، وهيساعدوك ان شاء الله في حاجات كتير من اللي انت نفسك تعملها. واكتر حاجه بتاثر في شخصيه البني ادم البيئه اللي هو قاعد فيها، فحاوط نفسك ببيئه شبهك، بيئه نفسها تعمل اللي انت نفسك تعمله. فانا هقول لكم نصيحه يعني، باعتبار اللي انتوا خلاص دخلتوا في السفر وعملتوا كده، كل ما دماغك تجيبك اللي انت تتفرج على لابور او اباحيات، افتكر واحد اتنين تلاته، انا دلوقتي هقف في الكورنر واتفرج عليهم زي الخوت. دي نقطة كمان، ده واخد من وقت وهياخد طاقتي، وبعد ما اخلص الكلام ده انا مش هكون راضي عن نفسي يومين ثلاثة قدام، طاقتي اتشفطت، مش فخور باللي انا عملته، وده مسبب لي احساس بقى ذنب، طاقة اتشفطت، مش فاهم بس مش مهتم. اللي انا اعرفه ان الحوار ده بيجي معايا بالسالب. فكل ما يجيلك الرغبة دي وتلاقي الدنيا قامت مش راضية تنزل، ما تصدهاش، ما تصدهاش. ربنا خصك باللي انت يكون عندك الميزة دي، ربنا خصك اللي انت دلوقتي فايق ونفسك تعمل حاجه، فاهمني؟ نفسك عندك دافع اللي انت تتحرك لقدام وتعمل ريبروديوس، تعيد انتاج ناس تانية من نفسك، فاهمني؟ فانت لازم تكون فخور بحاجه زي كده. فرق بعد كده انت تحس بيها. انا بقيت لما بتجي لي بقى ببتسم، انا بتبسط ان انا عندي حاجه زي كده، عندي قوه اللي انت فاهم يا اسطى يعني ايه؟ انت عندك يعني حاجه جزء بره جسمك وتكوينه كامله وجهاز كامل دقيق جدا في صنعه، اللي حرفيا مخليك عندك يلا قد كده، يلا انت مخليك قد كده، يلا انت مخليك جيت، يلا. فربنا اختصك بالميزه دي. احمد واشكر، ولئن شكرتم لازيدنكم. تلاقي نفسك طلعت في حتت بعيده. واشكر بالعمل، الشكر مش بالكلام ولا بالدعاء بس، حاجات تبين اللي انت شكر على دي. فده الهدف اللي انا مثلا اليومين دول بنزل الجيم عشان
أنا مبسوط إن ربنا خصني في حاجة زي كده، وإن أنا أقدر أسعى، وإن أنا أقدر أفيد الناس اللي حواليّا، وبجد فِدت الناس اللي حواليّا في نصايح وفي حاجات. أنا ما كنتش حد بيعبّرني، كنت نكرة زيي زي أغلب الناس. دلوقتي أبويا بياخد رأيي في حاجات، أخواتي بياخدوا رأيي في حاجات، بيكلموني باحترام. مامتي عندها السرير ده على فكرة مش كانت بترضى تعمل لي حاجة عشان تبقى عارف يعني، فاهم إزاي؟ أنتِ بتعمل لي أكل بحُب، هي فعلًا حابّاني، هي فعلًا نِفْسها تخدمني، فاهم؟ ليه؟ عشان بادّي وباخد مش باخد بس. إيه اللي خلّاني أوصل للمرحلة دي؟ شكرت بالعمل. باشتغل شغلانات كتير، باشتغل على اليوتيوب، باحاول أوصّل حد اللي أنا وصلت له، وإن شاء الله نعدّي، أبقى أعلى منّك وأنت تبقى أعلى منّي وهكذا. الموضوع اللي إحنا اتكلّمنا عليه النهارده ده نوع من أنواع الطاقة زي الحسد والكراهية والغيرة والحقد، اللي لو كانوا عندك واللي أنت مفكّرهم خطايا، هم فعلًا خطايا، بس زي ما قُلت لك حوار عبارة عن إعادة توجيه. لو وجّهتهم صح هيبقى عندك طاقة نووية تقدر تعمل بيها أي حاجة حرفيًا نِفْسك تعملها، وده اللي بيفرق الناس عن بعضها. وبالمناسبة قبل ما تمشي، إيلون ماسك اللي بيحركوا الخوف، اللي بيحركوا الغضب، اللي بيحركوا الحقد والكراهية قصاد بني آدم قال له في يوم أنت هتبقى فاشل وهتيجي لي هتطلب مني فلوس، باباه بالمناسبة، فقال له fuck you. واخد بالك؟ فعلًا عمل حاجات أنت ما تتخيلش إن بني آدم واحد يعملها، تمام؟ للأسف أنا باضرب مثال بإيلون ماسك عشان ده اللي أنت عارفه وده اللي هيسمّع معاك، بس في أمثلة كتير أنت تتشرف اللي أنت تعرفها. في إضافات كتيرة جدًا نفسي أتكلم عليها، بس دي حاجات لا تعنيك دلوقتي أو لا تعنيني أنا شخصيًا، عشان أنا مش متجوز ولا خاطب ولا في علاقة محرمة. أنا نفسي أعمل كده بالذات عشان أوصل بدري لحاجة زي كده، وأوصّل لك معلومة أنا مرّيت بيها بجد، وإزاي تعمل حاجة تستغلها في الحلال، فأنت تكون مبسوط بنفسك أكتر وأكتر، وما تتعرّضش للمشاكل الكتير اللي وصّلت الطلاقات في مصر لأكتر من 60%، وفي العالم العربي بشكل عام لرقم أنا مش عارفه بس رقم كبير جدًا برضه. عايزك تتخيل إن شاء الله لمّا المعلومات دي تنتشر، لمّا أوصل لكده، ناس كتير جدًا تستفاد من الموضوع ده، وأتمنى يا رب إن أنا أكون فدتك بحاجة. حاجات من اللي هنتكلم فيها زي إن طاقتك الرجولية غير طاقتها الأنثوية، هي بتحب إنها تتدلع، بتحب إنها تكون معتمدة عليك، بتحب إن أنت تكون شايفاك باباها، بتحب إن هي تكون حرفيًا تكون تحت رجليك. بس أنت كنت تستاهل ده. تستاهل ده إزاي؟ ده إن شاء الله هنتكلم عليه في وقت تاني، ولحد وقتها أشوفك على خير.